بتبدأ الحكاية في مدينة لندن، وبنشوف ساعتها كلب نوع دلميشن واسمه بونغو. وده بيكون كلب مهندس تصميم ألعاب إلكترونية اسمه روجر. وبونغو بقى كان مسؤول عن كل حاجة، زي إنه كان بيجيب اللبن الصبح من قدام الباب، وبيجهز لروجر الحمام، وكمان بيفتح له الكمبيوتر عشان يشتغل. وروجر بما إنه أعزب فكان على طول شقته متبهدلة، وبونغو بس هو الوحيد اللي بينقذه في المواقف دي وبيظبط كل حاجة. وعلى الجانب الآخر بنشوف بنت اسمها أنيتا، وكان معاها كلبتها بيردي. وأنيتا بقى كانت مصممة أزياء، وكانت شغالة في أكبر شركة تصميم أزياء في لندن. وبالنسبة بقى للكلبة بيردي ما كانتش بتعمل أي حاجة غير إنها تقعد وتتفرج على التلفزيون. بس في الوقت ده كان في خبر في الأخبار عن اختطاف معظم حيوانات المدينة من غير سبب، والشرطة لحد دلوقتي معرفتش مين اللي بيعمل كده. وفي يوم من الأيام روجر كان واخد بونغو وبيفسحه، وبنشوف ساعتها إن الكلب بونغو ليه شخصية، وكل الكلاب اللي كانت بتعدي كانوا صحابه وبيسلموا عليه. وروجر في الوقت ده كان بيقرا الجورنان، وشاف خبر إن في حد سرق النمر الأبيض من السيرك وأخد جلده. وطبعا الشرطة لسه بتدور لحد دلوقتي ومعرفوش مين اللي عمل كده وعمل كده ليه. وبعد لما روجر خلص قراية الجورنال راح لشركة تصميم ألعاب عشان يعرض عليهم اللعبة اللي هو صنعها. بس للأسف وقتها بقى اللعبة ما كانتش عاجبة صاحب الشركة، وقال له إن الشرير اللي في اللعبة لازم يخوف أكتر من كده. فروجر اعتذر له وقال له إنه هيحاول يطور منها ويرجع له تاني. وعلى الجانب الآخر بنروح لشركة تصميم الأزياء اللي شغال فيها أنيتا. والشركة دي كانت صاحبتها ست مجنونة اسمها كورويلا، وكان باين عليها إنها متكبرة، وكل تصميمات شركتها متاخدة من ألوان وأشكال الحيوانات. وبعدها كورويلا وهي ماشية في الشركة شافت أنيتا وهي بتصمم فستان، فكورويلا وقفت جنبها وكان عاجبها التصميم ده جدا. والتصميم ده بقى كان عبارة عن فستان أبيض منقط بأسود، وأنيتا كانت واخدة فكرة الفستان ده من شكل الكلبة بتاعتها بيردي. وطبعا الشكل ده كان عاجب كورويلا جدا، وسألت ساعتها أنيتا ليه عملت الشكل ده. فأنيتا قالت لها إن الخطوط دلوقتي بقت عبارة عن تصميم تقليدي، وبالنسبة للنقط الأبيض والأسود عاملين تصميم هادي وشكله شيك. فكورويلا ساعتها اقتنعت بكلامها، وكمان عدلت على التصميم وعملت له وشاح من ورا. وبعدها كورويلا فضلت تشكر في أنيتا وقالت لها إنها من أحسن المصممين عندها. فأنيتا قالت لها إنها بتحب التصميم جدا وعمرها ما هتسيب الشغل إلا لما تكون هتتجوز. فكورويلا استغربت وسألت أنيتا إذا كانت هتتجوز قريب. فأنيتا قالت لها لأ، بس بتعرفها السبب الوحيد اللي ممكن تسيب عشانه الشغل. فكورويلا سألت أنيتا وقالت لها إذا كان فرو الكلبة بتاعتها ناعم ولا خشن. فأنيتا قالت لها إن فرو الكلبة خشن جدا. فكورويلا زعلت وقالت لها أمال إمتى بيكون فرو الكلاب ناعم. فأنيتا عرفتها إن فرو الكلاب الدلمشن بيبقى ناعم جدا وهو صغير، بس لما الكلاب بتكبر شعرها بيبقى خشن. فساعتها كورويلا جات لها فكرة، بس طبعا خبت الفكرة دي وما قالتش حاجة لأنيتا. وفي اليوم اللي بعده روجر بيروح كالعادة عشان يعرض اللعبة بتاعته لشركات صناعة ألعاب، بس للأسف برضه اللعبة بتاعته بتترفض ومحدش كان عايز يشتريها. وبعد لما روجر خلص وكان مروح هو وبونغو، بالصدفة وهما في الطريق بونغو شاف الكلبة بيردي. وطبعا ساعتها بقى بونغو فضل يشد روجر عشان يحاول يلحق بيردي. وللأسف وقتها روجر ما كانش عارف يتحكم في العجلة، لأن بونغو كان بيشدها بسرعة جدا وكان عايز يلحق بيردي بأي شكل. وبعد شوية مطاردات بونغو غير اتجاهه، وطبعا ساعتها عجلة روجر كانت بتجري بسرعة، وروجر حاول كتير يوقف العجلة بس في الآخر معرفش ووقع بالعجلة بتاعته في النهر. وبعد لما روجر بيطلع بيروح عشان يجيب بونغو اللي كان وصل خلاص لأنيتا وكلبتها بيردي، بس بالغلط وقتها روجر أخد بيردي وكان مفكر إنها بونغو. فأنيتا لما شافت اللي روجر بيعمله راحت وضربته، وكانت مفكراه حرامي عايز يسرق الكلبة بتاعتها. بس بعدها روجر فهمها إن بونغو الكلب بتاعه وهو اتلخبط بينه وبين كلبتها مش أكتر. فأنيتا اعتذرت لروجر على اللي هي عملته وقالت له إن كانت مفكراه حرامي.
وبعد ما أنيتا وروجر خلصوا كلام، كل واحد فيهم ركب العجلة بتاعته وأخد الكلب بتاعه ومشي. بس بيردي وقتها بقى عملت زي بونغو بالظبط وطلعت تجري وراه، وكان شكلها اتعلق بيه. والمصيبة ساعتها أنيتا برضو ما كانتش عارفة تتحكم في العجلة، وعملت زي روجر بالظبط ووقعت في النهر. وبعدها لما روجر طلع أنيتا، راحوا هما الاتنين للبيت بتاعه عشان يتدفوا وينشفوا نفسهم من المية اللي وقعوا فيها. بس ساعتها بقى روجر لاحظ إن بونغو وبيردي اتعلقوا ببعض جدا. والغريب كمان إن أنيتا نفسها بدأت تعجب بروجر بعد ما اتعرفت عليه أكتر. ومن بعدها بقى علاقة روجر وأنيتا اتطورت، وبعد مدة قصيرة جدا قرروا إنهم يتجوزوا. ويوم جوازهم كان عبارة عن فرحين، فرح روجر على أنيتا وفرح بونغو على بيردي. وعلى الجانب الآخر بنشوف اتنين شكلهم غريب، واحد اسمه جاسبر والتاني اسمه هورس. والاتنين دول بقى كانوا رايحين عند واحد اسمه سنيكرز. وسنيكرز ده كان دكتور بيطري وبيعمل عمليات مشبوهة للست اللي اسمها كورويلا. وساعتها بقى جاسبر وهورس أخدوا شنطة من عند سنيكرز وراحوا بالشنطة دي عشان يسلموها لكورويلا. والمفاجأة بقى كورويلا أول لما فتحت الشنطة لقت جلد النمر الأبيض. وبكده بقى عرفنا إن كورويلا وعصابتها هما اللي ورا كل عمليات الخطف اللي بتحصل في مدينة لندن. وبعدها بنروح لبيت روجر، وبيكون ساعتها في واحدة جاية تزورهم اسمها ناني. وبنعرف إن الست دي هي مربية أنيتا من صغرها، وكانت جاية عشان تبارك لهم على الجواز وتطمن على أنيتا. بس وهم قاعدين مع بعض ناني لاحظت إن بيردي هادية جدا ومسالمة وكمان ما بتلعبش. فناني عرفت بكده إن بيردي حامل وقالت لأنيتا. فطبعا أنيتا فرحت جدا بالخبر ده، وكانت مبسوطة إن بيردي هيبقى عندها أولاد. بس المفاجأة وقتها بقى ناني عرفت أنيتا إن باين عليها إن هي كمان حامل. فأنيتا ما صدقتش، ومن كتر الصدمة أغمى عليها. وبعد ما أنيتا فاقت روجر بياخدها وبياخد بيردي وبيروح يكشف عليهم هما الاتنين. وساعتها بقى بيكتشف إن فعلا هما الاتنين حامل وبيكون فرحان جدا. بس بعدها لما بيوصلوا للبيت بيلاقوا كورويلا مستنياهم. فروجر رحب بيها وكمان كان بيحاول يسلم عليها، بس طبعا لأن كورويلا متكبرة مرضيتش تسلم عليه بعد ما عرفت إنه مصمم ألعاب وملوش شغل ثابت. بس أنيتا على طول اتدخلت وهدت الدنيا بينهم، وعرفت كورويلا إنها واخدة أجازة بس من الشغل وهترجع قريب. فكورويلا ما همهاش وسألت أنيتا هما كانوا فين. فأنيتا عرفتها إنهم كانوا عند الدكتور وعرفوا إن هي والكلبة بيردي حامل. فساعتها بقى كورويلا فرحت وسألت أنيتا عن ميعاد الولادة. فأنيتا قالت لها أكيد بعد 9 شهور. بس كورويلا صدمتها وقالت لها أنا ما بسألش عليك انتي، أنا بسأل عن الكلبة. وطبعا كلامها ده خلى روجر يشك فيها وكمان ما كانش مستريح لها. فأنيتا ردت على كورويلا وقالت لها إن ميعاد ولادة الكلاب بعد 60 يوم. فكورويلا فرحت جدا وقالت لأنيتا إنها هتيجي تزورها تاني كمان 60 يوم. وطبعا كورويلا كانت فرحانة لأن الكلاب الصغيرة دي فروها هيبقى ناعم، وهو ده الفرو اللي هي عايزاه عشان تعمل تصميم الفستان الجديد بتاعها. وبعد مرور فترة بيجي يوم ولادة بيردي، وطبعا اليوم ده كلهم بيكونوا متوترين، والكلب بونغو كان متوتر أكتر واحد فيهم. بس بعد شوية صغيرين المربية ناني بدأت تطمنهم وقالت لهم إن بيردي خلفت جروين. وبعد شوية كمان طلعت وقالت لهم بقوا 6 جراوي. وطبعا روجر وبونغو كانوا فرحانين جدا لأن عدد الجراوي عمال يزيد. وبعد نص ساعة بالظبط ناني طلعت قالت لروجر إن بيردي خلاص خلصت ولادة وخلفت 15 جرو. بس للأسف بقى في واحد منهم مات. فبونغو زعل على الكلب ده وفضل قاعد جنبه وهو بيودعه. بس المفاجأة بقى الكلب ما كانش مات ولا حاجة وبدأ يحرك كل جسمه. فساعتها روجر وأنيتا فرحوا جدا وأخدوا الكلب ده عشان يحطوه مع باقي إخواته. وبعد شوية صغيرين الشريرة كورويلا جت البيت عند أنيتا، وأول حاجة عملتها دخلت عشان تشوف الكلاب. بس وقتها اتصدمت لأنها لقت إن الكلاب كلها لونهم أبيض. فأنيتا طمنت كورويلا وقالت لها إن الكلاب وهم صغيرين بيبقى لونهم كده، إنما بعد كام أسبوع بتبدأ النقط السوداء تبان فيهم.
فكرويلا فرحت تاني وسألت روجر وأنيتا هم هيبيعوا الكلاب دي بكام. فروجر اتعصب وقال لكرويلا إنه مش هيبيع الكلاب. فكرويلا عشان تحاول تغريه كتبت له شيك ب1000 دولار وقالت له إنها هتشتري الكلاب كلها. بس برضه روجر رفض، وأنيتا عشان تحاول تهدي الدنيا قالت لكرويلا تصبر لأنها لحد دلوقتي لسه ما قررتش إذا كان هتبيع الكلاب ولا هتربيهم في بيتها. فكرويلا حست إن أنيتا بتضحك عليها وقررت تغريهم أكتر وكتبت لهم شيك ب10,000 دولار. بس برضه رغم المبلغ الكبير ده روجر وأنيتا رفضوا وقالوا لكرويلا إنهم مش هيبيعوا الكلاب. فكرويلا ساعتها اتعصبت وطردت أنيتا من الشغل وقالت لهم إنها مش هتسيبهم. ومن بعدها بقى عدى كام أسبوع وناني كانت رايحة تزور أنيتا وروجر وجايبة لهم معاها هدايا. والمفاجأة بقى الهدايا دي كانت عبارة عن أطواق للكلاب الصغيرة، وكل كلب فيهم كان ليه اسم. وأطواق الذكور كانت لونها لبني، وبالنسبة لأطواق الإناث كانت لونها بينك. وبعد ما كل كلب لبس الطوق بتاعه فضلوا يلعبوا كلهم مع بعض. ولما الليل جه روجر وأنيتا أخدوا بونغو وبيردي وراحوا عشان يتمشوا شوية، وكانوا سايبين بقى الجراوي الصغيرة مع المربية ناني في البيت. بس للأسف في الوقت ده جاسبر وهورس كانوا واقفين قدام بيت روجر، وأول ما اتأكدوا إنه مشي هو وأنيتا راحوا وخبطوا على الباب. فناني فتحت لهم، بس أول ما لقت شكلهم غريب قفلت الباب بسرعة. فجاسبر حط إيده على الباب ودخل هو وهورس بالعافية. ولما المربية ناني حاولت تصرخ جاسبر وهورس قفلوا لها بقها وكمان حبسوها في أوضة المخزن. وبعد لما اتأكدوا إن الدنيا أمان بدأوا يدوروا على الجراوي، وللأسف ساعتها بقى لقوهم فعلا وحطوهم كلهم في شوال وخدوهم ومشيوا. بس في الوقت ده بونغو وبيردي حسوا بحاجة غريبة وفكوا من الأطواق بتاعتهم وطلعوا يجروا بسرعة على البيت. وللأسف أول لما وصلوا كلهم كان خلاص الموضوع خلص وجاسبر وهورس سرقوا الكلاب كلها. وطبعا أكتر واحدة كانت زعلانة هي بيردي لأنها أم الكلاب، وكمان بيردي راحت ونامت مكانهم وهي حزينة جدا. فبونغو عشان يواسيها راح ونام جنبها. وساعتها طبعا روجر مسكتش واتصل بالشرطة وبلغهم اللي حصل. وبعد شوية صغيرين الشرطة جت، بس للأسف قالوا لروجر إن المدينة مليانة حالات اختطاف للحيوانات، وحكاية إنهم يلاقوا الكلاب بتاعته صعبة جدا. بس برضو قبل ما يمشوا وعدوا إنهم هيحاولوا على قد ما يقدروا إنهم يرجعوا له الكلاب. وعلى الجانب الآخر جاسبر وهورس اتصلوا بكرويلا وقالوا لها إن العملية تمت بنجاح والكلاب كلها معاهم. فكرويلا فرحت جدا وقالت لجاسبر ياخد الكلاب دي للبيت القديم بتاعها ويحطهم مع باقي الكلاب. وبعد لما خلصت المكالمة اتصلت بسنيكرز وقالت له إن خلاص كده عدد الكلاب جاهز عشان يبدأ شغل ويصنع لها الفستان بجلدهم. وعدد الكلاب بقى اللي كرويلا خطفتهم طول الفترة اللي فاتت دي كان 84 كلب، ولما زودت عليهم كلاب روجر بقوا 99 كلب، وهو ده العدد اللي كان مطلوب عشان تعمل الفستان. فسنيكرز طمن كرويلا وقال لها إنه بالليل هيروح لبيتها القديم ويبدأ الشغل بتاعه. وعلى الجانب الآخر بونغو حس باليأس وقرر إنه يحاول يرجع ولاده بنفسه. وساعتها بقى طلع فوق سطح البيت بتاعهم وفضل يعوي عشان يستنجد بكل الكلاب والحيوانات ويحاولوا يساعدوه إنه يلاقي ولاده. ولما الكلاب بدأت ترد على بونغو اتشجع أكتر وأخد بيردي وراحوا عشان يرجعوا ولادهم. ولما روجر حاول يوقف بونغو معرفش لأنه مسمعش كلامه وبرضه مشي هو وبيردي. ومن بعدها بقى بونغو وبيردي كانوا بيتنقلوا من مكان لمكان وبيسألوا الكلاب وكل الحيوانات عن آخر مكان شافوا فيه ولادهم. وعلى الجانب الآخر جاسبر وهورس وصلوا لبيت كرويلا وحطوا ال15 كلب بتوع روجر مع باقي الكلاب اللي كرويلا خطفاهم. وساعتها بقى أنيتا وروجر كانوا قاعدين في البيت ومش عارفين يتصرفوا ازاي. بس أنيتا لما فكرت شوية اكتشفت إن كرويلا هي الوحيدة اللي ليها مصلحة إنها تخطف الكلاب. وطبعا الاكتشاف ده خوف أنيتا أكتر لأنها عارفة إن كرويلا عايزة تصنع فستان من فرو الكلاب دي. وبالنسبة بقى لبونغو وبيردي كانوا قربوا جدا يوصلوا لولادهم، وكان بيساعدهم في البحث كلب بني اسمه جاك. وبعد شوية صغيرين جاك وصل أخيرا للبيت القديم بتاع كرويلا،
وعشان هو جسمه صغير قدر يدخل البيت ده. وأول لما دخل الأوضة اللي فيها الكلاب اتفاجئ ب99 كلب مش 15 كلب بس. فساعتها بقى قرر ينقذهم كلهم. وفعلا جاك أخد الكلاب كلها وبدأ يخرجهم من نفس المكان اللي دخل منه. بس وهو بيعد الكلاب دي اكتشف إن عددهم 98 وفي كلب ناقص. فجاك دخل تاني عشان يجيب الكلب ده. وبنتفاجئ بقى وقتها إن الكلب اللي ناقص ده كان كلب روجر واسمه لاكي. وللأسف في الوقت اللي جاك كان داخل يجيب فيه لاكي، جاسبر وهوراس حسوا إن في حاجة بتحصل. ولما راحوا عشان يشوفوا الكلاب لقوهم اختفوا. فجاسبر وهوراس جريوا بسرعة على عربيتهم عشان يحاولوا يدوروا عليهم. بس ساعتها بقى العربية كانت عطلانة ومرضيتش تدور. فجاسبر رجع البيت تاني عشان يجيب أي حاجة يصلح بيها العربية. والمفاجأة بقى لقى قدامه الكلب لاكي. ولما جاسبر راح عشان يمسكه الخشب اللي تحت رجله اتكسر ووقع على ترابيزة بلياردو. وفي اللحظة دي بقى سنيكرز وصل هو كمان. ولما راح عشان يحاول يمسك لاكي جاك هجم عليه وعضه من رجله. ولما سنيكرز كان بيحاول يهرب منه وقع في بحيرة تلج. فجاك وقتها استغل الفرصة وأخد لاكي عشان يهربوا مع باقي الكلاب. وبعد شوية صغيرين وصلت الشريرة كورويلا. وطبعا لما عرفت إن الكلاب اختفت اتعصبت جدا ورجعت بسرعة ركبت عربيتها عشان تدور على الكلاب بنفسها. وساعتها بونغو وبيردي بقى كانوا واخدين الكلاب كلها وعمالين يتنقلوا في المزارع اللي جنبهم عشان يحاولوا يرجعوا للمدينة تاني. ولما بونغو حس إن كورويلا قربت منهم نزل ولاده كلهم في الطين عشان لونهم يتغير وكورويلا لما تشوفهم ما تتعرفش عليهم. بس بعدها برضو كورويلا لقيتهم وبدأت هي اللي تطاردهم. ووسط المطاردة دي دخلت لمزرعة خرفان وبونغو كان عامل لها فخ في المزرعة دي ووقع عليها قوالب تبن. ولما كورويلا قامت ورجعت تطاردهم تاني وقعت في الفخ اللي بعده وده كان عبارة عن مادة لزجة غرقتها كلها. ولما بعدها قامت من الفخ ده كمان لقت حصان مستنيها ورفصها بكل قوته. وعلى الجانب الآخر بقى روجر وأنيتا كانوا بلغوا الشرطة واتهموا كورويلا في سرقة كلابهم. وطبعا ساعتها الشرطة اتحركت بسرعة وراحوا عشان يدوروا على كورويلا في كل البيوت بتاعتها. وبعدها بشوية الشرطة أخيرا قبضت على جاسبر وهوراس وكمان قبضوا على سنيكرز. وبعدها لما تتبعوا آثار الكلاب وصلوا لهم فعلا وجابوهم كلهم. ولما اتحقق مع جاسبر وهوراس اعترفوا بكل حاجة وقالوا إن كورويلا هي اللي مشغلاهم. فالشرطة ساعتها اتحركت بسرعة على بيت كورويلا الرئيسي ومسكوها فعلا متلبسة وهي بتهرب بجلد النمر الأبيض اللي خطفته من حديقة الحيوان في أول الفيلم. وبكده بقى كورويلا وكل عصابتها هيتحبسوا ومش هيخرجوا من السجن تاني. وفي اليوم اللي بعده الشرطة راحت عشان تسلم الكلاب لروجر. فساعتها روجر كان مستغرب لأن عدد الكلاب كان كبير جدا وسأل الضابط كلاب مين دول. فالضابط عرف روجر إن الكلاب دي ملهاش أصحاب لأن لحد دلوقتي محدش بلغ عن اختفائهم وكمان مفيش كلب منهم لابس طوق وكلابه بس هما اللي لابسين اطواق. فروجر وأنيتا ساعتها قرروا إنهم ياخدوا الكلاب دي كلها ويربوهم. ومن بعدها بقى الدنيا بدأت تضحك لروجر وده لأن اللعبة اللي هو صنعها في شركة اشترتها بعد ما عدل شكل الشرير اللي في اللعبة وبقى شبه كورويلا. وبعد فترة صغيرة روجر وأنيتا اشتروا بيت كبير جدا عشان يقدر يعيش فيه هو وأنيتا وال101 كلب بتوعه. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.